ما اكتفوا انه قتلوه، رجعوا دعسوه بالدبابه. سامحهم؟ لا، ما بسامحهم. يكون خيي بواقه بديش اياه. 65 شهيد قدمت مساكن الخضر بالاسماء. يقتلوا الشاب قدام امه قدام اولاده. نحن ما قاومناهم، خلينا نحكي ليبلشوا يقاومونا بسلاح. زدتوا علينا قذايف هاون. يعني اليوم ما في اصعب منا انه ابن عمي اني بس استشهد، نحن شايفينه مش قادرين نوصل لعنده. بعد ما نفك شوي الحصار شلناه من الزفت. الشهيد البطل رأفت عادل الشعار، ابو عادل البطل، ما اكتفوا انه قتلوه، رجعوا دعسوه بالدبابه. يعني كان لحمه ملزق بالزفت. مستحيل تنمحى. مش رح ننسى، لا رح ننسى دم شهداء، لا رح ننسى دم جيراننا واخوتنا واهلنا اللي تقتلوا. مستحيل، ولا قادرين 1% نسامح سلطة دمشق الإرهابية. لن ننسى، لن نسامح، لن نصافح. هذا الموضوع نحن أصحاب حق. دبابات كانت بالحارة معبيين مطارح والقواس ونفش معهم سلاح. عزل واصل عبيته يا عمري، جايب ربطة خبز وجاي، وهو جاي بين المساكن الخضر يا عمري قوسوه. لا معه سلاح ولا معه شي. عزل قاعدين هون عم نستنى امتى بيجي وامتى قلبي يفور يا عمري. ما قدرتش اطلع، القواس حوالينا. وصل لعند البوابة، بدي روح شوفه، بدهم يلحقوني كلياتهم ارجع من عند البوابة. قل له انا مش خايفة على حالي، بدي روح شوفه وينه. يقولوا لي لا، بدهم يلحقوني كلهم، ارجع خاف عليهم، مش خافش على حالي. اخر شي اتصل رفيق ابنه، عم بدق على الموبايل لابنه، عم بقول له بيك شو لابس يا قصي؟ قال له بيي لابس سترة بنية وخفافة بيضة. قال له قوسوا لكم اياه، بيك مات. هذا كان الخبر يا خالتي. كلنا واقفين على البرندة عم نستناه ليجي. بقول الله يجازيه اللي كان السبب بكل هالشيء اللي صار، ويصطفل فيهم ويحرق قلوبهم مثل ما حرقوا قلبنا. سامحهم؟ لا، ما بسامحهم. قول الله يصطفل فيهم والله يجازيهم، ويحرقوا قلوبهم مثل ما حرقوا قلبي. ما في شيء برد قلبي يا خالتي، مش عم يروح من خيالي ولا لحظة، ولا لحظة عم يروح من خيالي. أنا مريضة، معي جرثومة بالمعدة ومعي كيلو العصبي، عم ضلني تعبانة. سمعوا صوت الشباب، سمعوا صوت برا، حرمي عم بتصيح. طلع الصبي الكبير موظف بشركة الكهرباء، طلع ليشوف شو في. مع مرقة السيارة صفت قدام الباب جوا هون. نزلوا منا الشباب اثنين، قالوا له وين هو؟ تعال هون، مش عارف انه في منع تجول هون؟ قال له يا اخي بعدنا مش عارفين، سمعنا الصوت قلنا تمنا نطلع نشوف شو في، مش عارفين شو في. تعال هون يا زنديق. قال له فشرت. قال له بدك تركع. قال له ما بركع غير لرب العالمين. قال له لا بدك تركع. قال له بركع لك. قوسوا جوات البوابة. زلمه مثل حكايتنا، لا بالشيخ لا حامل بارودي ولا معه شيء، قوسوا قدام امه وخالته. بيجوا بيقولوا عم نحارب ارهاب. ما هن الارهاب يا عمي؟ شوف، فاتوا خربوا، فاتوا يقتلوا، فاتوا سبوا عرضنا، سبوا قتلوا اولادنا، قتلوا اطفالنا، الولد الصغير يذبحوه. هذا جيراننا هون ذبحون تذبيح. نحن طلبنا من العالم اللي يساعدنا، ولا دولة عربية ساعدت الدروز، ولا دولة عربية. نحن طلبنا من الناس اللي بتساعدنا، اللي بيساعدنا على عيني وراسي. يكون خيي بواقة بديش اياه. هذول قتالين القتلة بتلذذوا اذا بلا انتقاد سبوا حرمي، بتلذذوا اذا قتلوا حرمي وسبوها. أنا عمي مش بس لدمشق، لكل دول العالم، كل دول العالم اللي تآمرت على هذه البلد وعلى هالطائفة بشكيهم لله تعالى. قانون، فيش قانون يردعهم. هلق الإنسان بالردع، جابوا لي إياه قتال قتل. ما هو كان بالنصرة. أي دولة مع الأقليات نحن منزد حالنا بحضنها، إن شاء الله يكون مين ما يكون، ولا بسامح. مطولة هالأم العربية منتفة مثل العالم هذه ما بتتسامح عمي. ما يقوسوا على أجرين الحرمة ويسبوها قدام جوزها وقدام أولادها. نحن اللي فاتوا علينا عمي هون مش داعش، الأمن العام وداعش والنصرة والجبهة وقرود السود منهم
اجانا ناس من دير الزور، اجانا ناس من القمشلي، اجانا ناس من الحسكي، اجانا ناس من السعوديه، من الشيشان، اجانب اجونا جايين على هذه الطائفه ابادي مع استقلال. ما عادش بنا اياهم يا عمي، ولا بنا الشام، ولا بنا الشام.